وبركاته. النهارده الاهلي بيسترد القمه بعد الفوز على بيراميدز، وخساره قاسيه جدا جدا للزمالك في اسوان. انا من الناس اللي ما بتحبش الجونه وما بحبش اسوان وما بحبش بترول اسيوط، مش ما بحبش الفرق او ما بحبش المدن المحافظات دي. ما بحبش الفرق اللي بتبقى موجوده من المحافظات دي بسبب المباريات بتاعتهم اللي بتتلعب الساعه 2:30. انا مش فاهمها برضو ليه يعني، او 3 الا ربع. كان يعني ايه في الوقت ده دايما يا 2:30 3 الا ربع 3. انا ما بفهمهاش ليه. ودايما الاهلي والزمالك بيروحوا بالمباريات دي ما بيلعبوش كوره، حتى لو كسبوا مثلا واحد او كسبوا المباراه او بتاع، بيبقى ماتش سيء جدا. كان في ماتش والملاعب بتاعتهم ما بتبقاش، ما بيعرفوش يلعبوا عليه. فانا لا بحب ملعب الجونه ولا بحب ملعب اسوان ولا بحب ملعب اللي هو كان عليه بترول اسيوط. ولو الناس فاكره ان عمرو جمال لاعب الاهلي لما كان لسه طالع صاعد ناشئ صاعد، اتصاب في ملعب اسوان او في ملعب المنيا لو انا فاكر بالرباط الصليبي بسبب ارضيه الملعب، وطلع مانويل جوزيه ساعتها اتكلم على ارضيه الملعب وتوقيت المباراه مش عارف. فانا نفسي اسال سؤال للناس اللي بتدير البطوله، يعني مش بصرف النظر عن الاهلي والزمالك، يعني لما يروح الاهلي او الزمالك يلعبوا في اسوان او يلعبوا في الجونه او يلعبوا في الاماكن دي بتبقى بمناسبه احتفاليه كبيره للمحافظات دي. والنهارده يوم عام، النهارده الاثنين. فلما تلعب المباراه الساعه 5 او الساعه 7 بالليل، والمحافظات دي عندها اضواء، لو ما عندوش اضواء يبقى ما يلعبش في الدوري. ده شرط، لازم يكون فيه شرط كويس. وتعمل لهم ماتش الاهلي والزمالك ده يا 5 يا 7، بحيث ان يبقى عدد كبير من الناس، الطلبه والموظفين الموجودين في شغلهم او في دراساتهم، يجوا يلعبوا، يتشاهدوا يشوفوا المباراه، يعني يشوفوا النجوم بتاع اللي هي بقى اصل ما اسوان والجونه واسيوط دول نصهم اهلاويه ونصهم زملكاويه. يوم الزمالك النهارده تلاقي جماهير الاهلي اللي هم اعتادوا على جماهير الزمالك وشتموهم النهارده، والحاجات المسيئه اللي مش محترمه للاسف الشديد يعني اللي حصلت النهارده دي. انا قريت، انا ما شفتش، انا ما شفتش الماتش. و يجوا يتفرج، هيجوا يشجعوا النهارده اسوان ضد الزمالك، وفي ماتش الاهلي اللي هيتلعب في اسوان اتمنى بقى يبقى في نفس الظروف. يعني المفروض ان هو يبقى نفس الظروف، يعني لو في عدل يبقى كده في نفس الظروف. لكن المفروض بعد كده او في لائحه ان انت الاهلي والزمالك لما يروحوا يلعبوا في اماكن زي دي لازم كل الناس تبقى فاهم الاهلي والزمالك غير اي نادي تاني. مش واسطه وكوسه والكلام الفاضي بتاع الناس المريضه نفسهم ده. في ناس مريضه نفسيا كتير. لا، انت الناس جماهير المحافظه دول، جماهير المحافظه دول ممكن مثلا لو بيراميدز بيلعب هناك او الاسماك او الاتحاد هناك، ممكن الناس ما يفرقش معاهم. هتلاقي قرايب اللعيبه واصحاب اللعيبه هم اللي جايين قاعدين في المدرجات يتفرجوا. خلاص. لكن لما يكون الاهلي او الزمالك، لو الاهلي بيلعب هناك هتلاقي الزمالكاويه بيروحوا يشجعوا اسوان ضد الاهلي، ويبقى مباراه كبيره. والاسوانيه الاهلاويه اللي بيجوا بقى يتفرجوا، شوف النجوم بتاعتهم اللي بيتفرجوا عليهم في التلفزيون بس. والعكس، هتلاقي جماهير الاهلي النهارده هي اللي بتشجع اسوان ضد الزمالك. والجماهير الاسوانيه او الزملكاويه اللي راحوا من القاهره او من المحافظات التانية، شفنا القطر اللي راح امبارح من المحافظات، مش عارف الناس بتتريق على ايه. مش فاهم. عندنا مرض، عندنا والعياذ بالله مرض. اما الاهلي عمل رحله للمغرب عشان الناس تطلع تشجع الاهلي في النهائي، لما قال لك ده خبى الجواب والكلام الفاضي ده، طبعا اللي يضحك ويبين مدى يعني مدى التفكير اللي لسه موجود فيه بعض الناس وفي الادارات والناس المفروض ان هي كبيره. نعلم بس الاهلي كسب النهارده خلاص. والاهلي تقريبا اتبرع بنص القيمه، والجماهير الباقيه اتبرعت بنص القيمه وبيدفعوا اقساط لحد دلوقتي. الزملكاويه بيتريقوا على الموضوع ده. ايه العيب اللي فيه؟ ايه اللي يضحك فيه؟ ايه السخريه اللي فيه؟ ناس عايزه تروح تشجع فريقها في نهائي افريقيا بتلعب في المغرب. طب ما هو ده دوره كمشجع، بس طبعا التكاليف غاليه. طب الاهلي اتبرع بالنص او مش فاكر، الاهلي اتبرع بالنص او الناس راحت على حسابها وقسطوا لهم البتاع. ايه العيب اللي فيه؟ ايه اللي يضحك فيه؟ ايه مجال السخريه؟ الاهلي اتغلب هناك. طب هو المشجع ده هو رايح يشجع الاهلي، لو كان كسب يبقى هو عمل اللي عليه، راح وشجع ودعم فريقه ففريقه كسب. لكن وارد جدا انه يخسر. زي النهارده مرتضى منصور عمل رحله للجماهير بالقطر. ما هي اسوان مش هتروح الا بالقطر، طبعا مش هيقدر يحجز لهم طيران، مش هتروح غير بالقطر كويس.
عمل رحله للناس بالقطر، ايه اللي يضحك فيها؟ الزمالك كسب او الزمالك خسر ده موضوع تاني، ده ملوش دعوه بالاداره عملته تشجيع منها للجماهير انها تروح وتشجع. والجماهير كده كده على فكره جماهير الزمالك رايحه، ولو كانت جماهير الزمالك ما راحتش النهارده بالقطر ده، جماهير الزمالك اللي في الاسوان هيبقوا كفايه. اصل انت بتدور على 3000 واحد، 3000 تذكره للملعب كله، كويس؟ فانت هتاخد كام والمنافس، او انت ثلاثه هو ثلاثه، 3000، انت بتدور على 3000 مشجع ليك مثلا. مش هتلاقي في اسوان وفي المحافظات القريبه 3000، لا هتلاقي. لكن هو بيعمل حاجه للجماهير، حاجه ترابط ما بين الاداره والجماهير، ده حاجه محترمه. لكن النتيجه ده شيء تاني. فتلاقي عيال اهاليهم او هم شافوا اهاليهم ان هم ما بيتكلموش في الكوره ولا بيتكلموا في الرياضه، ما بيتكلموش سخريه بس بعد المباراه. طب ما تستنى، ما انت عندك ماتش بيراميدز، ما انت ممكن كنت تخسر من بيراميدز النهارده. معظم الاهلاويه دلوقتي هيطلعوا يظهروا، مش هيتكلموا في انهم كسبوا بيراميدز ولعبوا ازاي والمدرب والتشكيل واللعيبه والراجل البرازيلي اللي ما بنشوفوش ده اللي ما بلوش لازمه، وشادي حسين اللي ما بيلمس الكوره، ولا شريف اللي لمس الكوره، ولا حسين الشحات اللي لمس الكوره، ولا قفشه لمس الكوره. الاهلي كسب ازاي النهارده؟ يعني لما هنتكلم على الاهلي، وثلاث نقط خدهم الاهلي من احمد الشناوي. الاهلي ما راحش ناحيه الجون غير في ثلاث كور، جابهم جونين، اللي هو غلطتين من الشناوي الذي لا يمت للرجوله بصله. فنرجع لماتش الزمالك تاني النهارده. فالمباريات دي الزمالك النهارده ما خسرش كوره، الزمالك راجع من ماتش كويس مع الاسماعيلي وكسبان 3-1، كسبان سموحه اللي الاهلي تعادل معاه، كسبان سيراميكا اللي الاهلي تعادل معاه، كسبان بيراميدز اللي الاهلي كسبه النهارده. الاهلي كسب اسوان النهارده، الزمالك اتغلب من اسوان. خلاص يعني فيوتشر وسموحه وسيراميكا الاهلي تعادل معاهم، الزمالك كسبهم. انت كسبت بيراميدز، انا كسبت بيراميدز برضه، يعني اربع فرق الاهلي خسر معاهم 6 نقط، الزمالك كسبانهم. الاربع فرق دول الزمالك كسبانهم. النهارده الزمالك ما خسرش كوره، ليه؟ لان هو ما بيلعبش فرقه كبيره في ظروف طبيعيه فيكسب. لا النهارده بسبب ظروف المباراه اتلعبت في التوقيت ده، اللعيبه ما بتلعبش كتير انا متاكد ان الزمالك ما لعبش كوره النهارده، متاكد. انا ما شفتش الماتش، شفت الاجوان بس. اولا بالنسبه للزمالك، انا شفت الاجوان اللي دخلت في النهارده، لما يخش فيك جونين من ضربات ثابته وانت تجيب جون في نفسك، والماتش اللي فات يخش فيك جون من ضربه ثابته وانت اللي تجيب الجون في نفسك، يبقى هنا لازم فيريرا يراجع وقفه اللعيبه وتمركز اللعيبه في قلب الملعب. اولا الزمالك ماتش الاسماعيلي والماتش النهارده غير طريقه اللعب من 3-4-3 او 3-4-2-1، بقى بيلعب 4-2-3-1. الماتش اللي فات والماتش ده 4-2-3-1، غير طريقه اللعب بقى له ماتشين، فدخل فينا جونين. هل ده له دلاله؟ اه طبعا له دلاله، لان انت كنت بتلعب بطريقه، فكنت بتلعب بثلاثه مساكين في القلب، فكانت بتبقى متمركز بشكل افضل. اما ابتديت بتلعب باثنين مساكين بس، دخل وجبنا الجونين في نفسنا. النهارده الجون الاولاني عبد الغني جابه في نفسه نسخه طبق الاصل من جون فتوح الماتش اللي فات. النهارده الجون الثاني اللي دخل في اسوان فاول كورنر من هنا، حسام عبد المجيد اللي هو اطول واحد في المدافعين، بدل ما يطلع يشيل المهاجم بالكوره باللي قدامه كلهم ويطلع الكوره بالهيد، وطى فالكوره بعد كوره اللعيب الافريقي لعبها، لو هو مشترك معاه عمر الكوره ما تروح ناحيه الجول. حتى لو اللعيب الافريقي لعبها هتيجي، يا اما تيجي في حسام عبد المجيد، يا اما كان حسام هو طلعها الاول. فطبعا لما هو وطى الكوره راحت لا حد وجوه الست. فلازم فريرا يراجع الوقفه بتاعت المدافعين. خلاص. طبعا النهارده الزناري ما بيلعبش، الونش لسه ربنا يشفيه ويعافيه ويرجع في شهر 2. طريقه 4-4-2 دي انت عايز اتنين مساكين اللي هم قلب الدفاع بتوعك دول، زي الونش والزناري، اللعيبه القويه اللي بتلتحم اللي بتشترك اللي بتعرف تلعب على واحد لواحد. لا محمد عبد الغني بيجدها ولا حسام عبد المجيد بيجدها، ولازم يشتغل مع حسام عبد المجيد كتير جدا، لان انت طولك ده على الفاضي في الدفاع. والنهارده جاب جون، انا ما شفتش الجون قوي، بس انا عرفت ان هي كانت ضربه ثابته فاول وعزيزو لعبها لحسام عبد المجيد. انا ما شفتش الجون ده ازاي، لكن حسام عبد المجيد اللي جاب الجون. خلاص. لكن شفت الجونين اللي دخلوا في الزمالك. حسام عبد المجيد وقفه الدفاع فيها حاجه غلط، ان تدخل فيك 3 اجوان في ماتشين من نفسك، انت حطيتهم في نفسك.
يعني أنا النهارده اسوان ما بناش هجمه، ما راحش عليك بكوره، ما راحش عليك بكذا خالص. يبقى انت ما عندكش مشكله غير في الضربات الثابته، ايه اللي السبب فيها؟ عدم التمركز، وانت كمان اللي بتجيب الاجوان في نفسك. يعني انت بتبقى واقف صح، ولعيب واحد واقف غلط، اللي هو بيجيب الجون في نفسه ده بيبقى واقف بشكل. النهارده ابراهيم كوناتيه جاب الجون الاول في نفسه في ليفربول. ليفربول مغلوب من فريق مش عارف اسمه، اقسم بالله بقى برنتفورد، اول مره اسمع عنه، اقسم بالله اول مره اسمع عنه. مغلوب 2-0 ودوبك جاب الجون الثاني، وابراهيم كوناتيه جاب في نفسه الجون. امبارح باريس سان جيرمان، اللي هو تاني اغنى فريق في العالم بعد ريال مدريد في الصفقات ومانشستر سيتي، مغلوب من لانس 3-1. وبقى مش كوره ثابته بس، لا، هجمه مرتده وطلوع من ورا واللعيبه بتلعب، و3-1. مبابي وراموس ودوناروما مين؟ كل نجوم باريس سان جيرمان طبعا. نيمار مطرود الماتش اللي فات، وميسي لسه بيحتفل بكأس العالم. لكن بقت نجوم باريس سان جيرمان كلهم موجودين، و3-1. مش واحد يعني، مش خطفوا جون مثلا او جونين مثلا من كور ثابته، من هجمات مرتده زي امبارح زي النهارده اسوان، لا، ده بيلعبوا ماتش روعه امبارح على باريس سان جيرمان. فالهزيمه وارده، وكل مباراه وله ظروفه. ظروف المباراه النهارده زي مباراه الزمالك والمحله اللي كانت في المحله من سنتين، وانا اتكلمت عليها ان دي مش ظروف مباراه، مش كوره. يعني الزمالك ما خسرش كوره، انا بخسر ظروف مباراه. ارضيه الملعب كانت سيئه، وانا اتكلمت ساعتها بعد المباراه ان ارضيه الملعب، اتمنى ان من الجمهور من المحل اللي انا بشجعه، النادي اللي انا بشجعه، النادي العريق اللي انا بشجعه ده، ان هم يعملوا للعيبه بتاعتهم ارضيه ملعب افضل من كده. ويا ريت يعملوا توسعات في الملعب اكتر من كده، يعني الملعب يبقى اكبر من كده شويه، وارضيه ملعب تليق بتاريخ واسم المحل. الزمالك خسر في ظروف زي كده. اه الماتش كان الساعه 5، لكن ارض المحله وارض المحله وملعب المحله له خصوصيه خاصه. وسمعنا طريقه برضو من اخواتنا الاهلاويه رضي الله عنهم وارضاهم، قال لك احنا بنلعب في كاس العالم للانديه وانتوا بتخسروا من المحله. رجعوا لعبوا المحله في المحله وخسروا من المحله. الزمالك خسر في المحله 2-1. استنى ما نشوف ليفربول اتعادل ولا ايه. الزمالك اتغلب من من اسوان في الظروف اللي زي دي، وفي الملعب اللي زي ده، وفي التوقيت ده. ليفربول اللي فيه افضل مدرب، من واحد من افضل مدربين العالم يورجن كلوب، وافضل حارس مرمى اللي هو البرازيلي بيكر، محمد صلاح، وخط دفاع ليفربول طين طين. وطريقة الدفاع بتاع يورجن كلوب طين، وهيطلعوا من بطولة أوروبا من الأدوار الأولى السنة دي، ولا هياخدوا دوري ولا هياخدوا حاجة في السنة دي نهائي. ومحتاجين خط دفاع بقلب ملعب ديفندر، لو ما عرفوش يجيبوا صفقات في يناير عدله مش هيكملوا في اي حته، ومش هيطلعوا من الخمسه الاوائل ليفربول السنه دي. 3 تجوان دخلوا في النهارده. الماتش اللي فات دخل فيهم جون، ودخل فيهم بعديه جونين كانوا اوفسايد، والنهارده دخل فيهم جونين غير ال3 دول اوفسايد، بس دخلوا اتلعبوا عليهم واتضرب. الواد كان متقدم شويه بتاع، بس دخل فيهم النهارده دخل فيهم في جون، فيهم 5 تجوان. واسمه ايه اللي هو دايك، فان دايك. انا شايف ان هو لازم خلاص هو يبطل كوره بعد رباط صليبي، مش راجع خالص خالص خالص، مستواه بعيد. وابراهيم كوناتي وماتيب، ومفيش قلب ملعب. المشكله لو عندهم قلب ملعب قوي ديفندرات فالنهارده ليفربول اهو بطل دوري ابطال اوروبا النسخه اللي قبل اللي فاتت، مغلوب اهو من فريق برنتفورد. اول مره اسمع عنه والله، اول مره اسمع عنه يا رجاله. 3-1. امبارح مانشستر سيتي بيتعادل على ارضه في وسط جمهوره مع ايفرتون باين تقريبا 1-1 على ارضه في وسط جمهوره. الماتش اللي فات ليفربول على ارضه مغلوب 1-0، والباك بيجيب في نفسه جونين. ليفربول بيكسب. ليفربول ما عملش حاجه في الماتش اللي فات، الباك جاب في نفسه جونين زي احمد الشناوي كده النهارده، جاب في نفسه جونين. ودول الاقوى 3 فرق في العالم مثلا حاليا. امبارح لحد الدقيقه 86 ريال مدريد متعادل، لحد ما بنزيما جاب في الاخر، سجل لهم في الاخر. فدي كرة القدم، والكرة القدم فيها 3 نتائج مفيش غيرهم، مكسب واجباري على الكل، مش بمزاجك، مكسب وخسارة وتعادل، مكسب وخسارة وتعادل. لا يمكن هتكسب على طول، ولا يمكن هتخسر على طول، ولا ينفعش تعدي الموسم الا بدول. وممكن تحقق نتيجتين بس، تكسب وتتعادل وما تخسرش، تكسب وتعادل وما تخسرش.
بس الا بقى الاسماعيلي زي الاسماعيلي السنه اللي فاتت كده، ما كسبش تقريبا الا ماتش ولا ماتشين، كان تعادلات وخساره. السنه دي اسوان لحد دلوقتي ما تعادلش ولا ماتش. كسبان 5 مباريات وخسران الباقي. انا قلت لكم الماتش اللي فات ان ماتش الزمالك واسوان ماتش صعب جدا، مش سهل. صعوبته في ايه؟ لا، في صعوبته ان انت بتلعبه في اسوان وهتلعبه في التوقيت ده. انا كان عندي معلومه ان هيبقى 5، قلت كويس الوقت هيبقى الجو افضل. الجو اللي متعود عليه لعيبه الزمالك هو مش موضوع حر ورطوبه، ولا لا. التوقيت نفسه، انت بتصحى الساعه كام فبتاكل الساعه كام، ده موضوع مش سهل. طبعا لما يروح لعيبه الاهلي في الماتش هناك، وكل مباراه ليه ظروفها، كل مباراه ليه ظروفها. ممكن الاهلي يتغلب، ممكن يتعادل، ممكن يكسب. لكن برضو حتى لو الاهلي كسب مش هتلاقيه بيلعب كوره على حسب ظروف المباراه، لكن مش هتلاقيه بيلعب كوره. بس لكن النهارده الماتش ده لازم فيريرا يتعلم منه كويس قوي، يتعلم كويس قوي من الموضوع ده. اولا النهارده انت بدأت بشيكابالا كويس. لو الزمالك كان كسب كنا نقول لك ماشي وماشي وما يجراش حاجه، ولعب شيكابالا والماتش سهل والماتش على القد وكده، وشيكابالا يلعب طب اشمعنى اللي بتتكلم لما نخسر؟ ما انا لازم، ما انا مش هتكلم الا لما اخسر. لما بكسب خلاص يبقى هو اختياراته كانت صح، يبقى هو كان شايف صح، هو مقدر صح. لكن لما جينا اتفرجنا على المباراه وشفنا نتيجه المباراه بعد التشكيل والحاجات دي، لا نيجي نقول لك اولا شيكابالا ما كانش ينفع يبدا المباراه دي خالص. اولا الظروف متغيره والشروط متلخبطه وهو بقاله فتره ما بيبداش. فكنت ابدا عادي النهارده بسيد نيمار في البدايه، بسيد نيمار في البدايه، مش كمان مش سيف مش يوسف اسامه نبيه، سيد نيمار في البدايه. لان دي كانت مباراه كانت هتحتاج سرعات، واحد بيعرف اللعيب بيعرف يرقص واحد على واحد، وبيعرف يخش وبيلعب كورسات كويسه قوي قوي انت محتاجها. خلاص، فدي اول غلطه ابتديت بيها المباراه. تاني حاجه، قناعات فيريرا بسيف الدين الجزيري هتودينا في داهيه، هتودينا انا كراجل زملكاوي على الاقل في داهيه. انا مش مقتنع بيه تماما، وكتر الفرص اللي هو بياخدها وبنخسر بسببها حاجات كتيره. كنا ممكن نبقى افضل من كده بكتير. ها، كنا ممكن نبقى افضل من كده بكتير. لان الزمالك لحد دلوقتي ما تعادلش او خسر من فريق قوي. انت بالعكس الفرق القويه انت كسبتها كلها، سموحه وسيراميكا وبيراميدز. وبيراميدز ومثلا البنك الاهلي من الفرق اللي بتضايق، اللي بتتعب الاهلي والزمالك. يمكن بعد حلم طولان الدنيا هتبقى حنينه شويه. البنك الاهلي مش هيبقى زي ما كان مع خالد جلال كويس. لكن انت بتتعادل مع الفرق الاسهل. يعني انت بتتعادل مع المقاولين وبتخسر وبتخسر من اسوان. فدي آه آه نتائج. ما تقولش انت بتخسر كوره، انت ما بتخسرش كوره. انا لما النهارده الاهلي يخسر، بيراميدز يخسر من الاهلي، لا بيراميدز خسر كوره. ليه؟ ده الاهلي. بمعنى ايه؟ ان مفيش لعيبه بيراميدز هتنزل مستهتره او متكاسله او متخاذله او حاجه، لا. تقول انا اصل انا ما اعرفهمش اول مره العب قدامهم، لا ده الاهلي معروفين ومدربين وطريقته وكل حاجه، والراجل البرازيلي بتاعه السوبر ده معروف. فانت النهارده بيراميدز خسر كوره. لما نتكلم على ماتش الاهلي هنتكلم خلاص، لكن انت ما خسرتش كوره في المباريات اللي انت خسرتها. انت خسرتها سوء تقدير. في ماتش المقاولين لعبت بالتشكيل الاسوأ او بالبدايه الغلط برضو، ان انا عايز ادي للناس فرص عشان اشوفها عشان اجربها. ضيعت منك شوط كامل لما جيت تلحق وترجع المباراه. كان الوقت عدى. الشوط الثاني الزمالك سيطره واستحواذ وتهديد للمرمى، لكن خلاص ما فيش بقى توفيق. لكن النهارده ان انت يخش فيك جون في اول 7 8 9 دقائق وبنفس الطريقه اللي دخل فيها جون الاسماعيلي. طب ماتش الاسماعيلي كان على استاد القاهره، والملعب جميل والملعب واسع، وقدرت ترجع وتكسب وتمام. لكن النهارده لا الملعب ولا الظروف. كنت لازم تلعب، تبقى عامل حسابك على كده. اول ماتش، اول مره فريرا يلعب في اسوان، لعب اسوان قبل كده بس كان في القاهره وتعادل معاهم برضو 1-1. المباريات الصغيره دي بتبقى اما بتتعادل فيها او بتخسر فيها ما بتبقاش كوره. يعني اسوان سوري بيراميدز خسر من الداخليه، هو ما خسرش كوره، هو خسر استهتار، استهبال، دلع، تكبر، تعالي من لعيبه بيراميدز فخسروا. لكن النهارده تقول لي بس بيراميدز خسر ايه؟ خسر كوره. فهمتوا القصد من الكلام؟ يعني الاهلي لما يروح يلعب اسوان فيخسر، هو ما خسرش كوره،
هو خسر لان اللعيبه اتعالت على المباراه، حست المباراه سهله، حست كذا كذا. اسوان جه في الاخر جاب جون وجاب جون وقفل عليه، او جه في نهايه المباراه قدر يخطف جون، فخسر الاهلي المباراه. مش كوره، ما بيخسرش المباريات الصغيره دي، ما بتخسرش كوره. كويس طيب. لكن لما يجي يخسر من الزمالك، او يخسر من الاسماعيلي، او يخسر من بيراميدز، او يخسر من الاتحاد، دي بيخسر كوره. ليه؟ لان دي فرق كبيره، انت بتنزل مركز وعارف ان النتيجه بينك وبينهم بتبقى قريبه، 60 40 50 50 مثلا مع الزمالك وبيراميدز. النهارده بيراميدز بقى رقم كويس في المحل. فخساره النهارده مش نهايه العالم، لكن لازم النهارده التعادل كنا بنسكت. الخساره لازم يبقى فيها تغيير جذري 180 درجه. اولا سيف الدين الجزيري هيرجع لمستوى، هو ما عندوش مستوى، اقسم بالله هو ده مستواه. ده اللي فات اللي انت كنت بتشوفه منه ده كانت الطفره، لما هو جاب جون هنا وخطف كرة من هنا وعمل كرة، دي كانت الطفره، هو ده مستواه، هي دي حقيقته. هو ده سيف الدين الجزيري، ما عندوش غير كده. وحمزه المسلوسي ده كارثه مصيبه المصايب، لا بيدافع ولا بيهاجم ولا بيعمل حاجه في الملعب. فطول ما لو احنا هنفضل مصممين على دول، مش هنخسر كتير. مش هنخسر الدوري ان شاء الله، وهناخد الدوري باذن الله تعالى. لكن هتبتدي ايه زي النهارده كده، انت كنت متصدر، انت النهارده الاهلي متصدر، كنت متصدر بفارق اهداف، وهو متصدر بثلاث نقط. لسه في نتائج كتيره، تعادلات وهزائم للاهلي وللزمالك ولكل حاجه، ان شاء يعني مفيش مش وقفت على كده. لكن طول ما انت مصمم على دول، بدل ما تاخد خطوتين لقدام، هتاخد خطوتين لقدام، وهتاخد خطوه لورا، خطوتين لقدام وخطوه لورا، زي ما احنا ماشيين كده دلوقتي. بس كده. شيكابالا لازم تستقر على قاعده بالنسبه لشيكابالا. شيكابالا بينزل الشوط الثاني بعد، في اللي هو النص ساعه الاخيره، بيبقى اضافه وبيبقى كويس. ليه؟ نازل بلياقته كامله، والناس اللي في الملعب كلها لياقتها اقل منه، وهو اصلا عشان السن يقدر يضيف لك ويقدر يبقى. انا شيكابالا حاطه في العلبه دي، علبه النص ساعه الاخيره، اما احتاجه انزله، ما تبداش بيه. شيكابالا ما تبداش بيه، وده يبقى قاعده كده انت عارفها وشيكابالا عارفها. بس هو النهارده شيكابالا لا يسأل عن حاجه، انت بتلعبه من اول مباراه، واضح عليه التوتر. فكان في كوره لقيته بيعترض فيها على الحكم، مش انا بحسب في حاجه بتاع، انا ما شفتش بقى، مش عارف اشوف ايه اللي بيحصل. طيب، ده بالنسبه لماتش النهارده، وماتش وعدى، وماتش للنسيان وينتهي، والهزيمه وارده في كل حاجه. وانا يعني اللي مريحني شويه ان انا النهارده ما خسرتش كوره. انا لو زي خسرت من بيراميدز ازعل، لو خسرت، لان انا كده خسرت كوره. انا خسرت كوره، لا انا النهارده ما خسرتش كوره. اركن بقى سيف الدين الجزيري، انت اديت يوسف حسن كتير، 3 ماتشات، واديت سيف الدين الجزيري اكتر مما يستحق. كان معاك من السنه اللي فاتت، وانا مش مقتنع بيه اساس الاساس، من الاساس الاساس. ادي بقى الايكينيول، لو انت مش مقتنع بيه من الاساس، طب انت جبته ليه؟ ده بقى اللي يستحق انه ياخد، عشان نشوف، عشان نعرف نحكم عليه، يا نعلم عليه اكس، يا نقول لك خليه يكمل، خليه يمشي معاك يكمل. ده مهم جدا. انما انت لو انت مستني حاجه من سيف الدين الجزيري، انت هتبقى غلطان، هتبقى غلطان. ولازم الزمالك في شهر يناير ده يجيب راس حربة تاني، لان انت كده ما عندكش غير ايكينيولا، واحنا مش عارفين لسه مستواه ايه. يعني مش عارفين انا هيقبل في الامتحان اللي هيمر بيه ولا مش هيقبل. انت كده استبعد خلاص سيف الدين الجزيري بره الموضوع خالص خالص، تخرجه خالص بره اللعبه. وتجيب مهاجم، انت عندك فرصه لمهاجم، تجيب مهاجم حتى لو هتجيب مهاجم تحت السن، خلاص. يا اما تجيب مهاجم قوي كويس ويبقى هو الاساسي بتاعك، وهو يبقى ايكنيولا معاه، سد ما سدش خلاص. انت جبت السنه دي 10 صفقات، احنا دلوقتي طالعين منهم بحوالي 4 5 صفقات، كويس قوي. انا مش عايز، عمرك ما هتجيب 10 صفقات هتاخد 10 صفقات. سؤال بقى تاني انا ما بفهموش بصراحه يعني لحد دلوقتي، وانا متفائل جدا بكلاتنبرج وبلجنته برغم من الانتقادات الموجوده دي. والاهلي بيثني على كلاتنبرج ومبسوط، انا ماليش دعوه بالاهلي، الاهلي يثني على كلاتنبرج ومبسوط بيه وفرحان بيه، ده شأنه. لكن انا بقول رأيي، الحكام اتطوروا كتير، ولازم تبقى واللجنه تعين. ما انتوا بقالكم 90 سنه ماشيين على النظام ده وما شفناش اي تقدم في التحكيم. سيبوا الراجل يجرب طريقته واسلوبه، ومش لازم تبقى لجنه وناس تاخد مرتبات وقاعده على الفاضي. ما احنا شفنا البلاوي السوداء كلها من ايامكم، لجنه الحكام، وتقعدوا 85 واحد وبتاخدوا مرتبات وما فيش اي حاجه بتحصل للحكام. لكن الراجل اداء الحكام اتطور جدا جدا. اقول لكم حاجه على الكارثه اللي اسمه مدحت شلبي النهارده في ماتش الاهلي وبيراميدز، اقول لكم عليه، خلاص. لكن في حاجه يعني انا ما بفهمش ليه في اسمين اي ماتش
عايزين يكعبلوا في الزمالك، تلاقي فيه اللهم صل على سيدنا محمد اللي كان بيحكم ده النهارده، بنسى اسمه ليه مش عارف. وابراهيم نور الدين، ماتش الاهلي مزنوق فيه متكعبل يحط لهم ابراهيم نور الدين، ماتش الزمالك عايزين يكعبلوه فيه يتحط ابراهيم نور الدين. ادي ابراهيم نور الدين. شوف انت عايز تكعبل الزمالك فين، هتلاقي لنا ابراهيم نور الدين وضرب الجزاء على الزمالك. شوف انت عايز الاهلي هيتزنق فين ويبقى ابراهيم نور الدين، مع ان اتعادل كتير جدا واتغير كتير جدا جدا وما بيحسبش حاجه، زي ما بيعملش الكوارث اللي كان بيعملها الاول. لكن هو السؤال ليه امين عمر نفس الموضوع، نفس سكه ابراهيم نور الدين. هو السؤال ليه كم ماتش حكم ابراهيم نور الدين للزمالك السنه دي؟ ليه؟ ما الحكام كتيره كويسين. وليه ابراهيم نور الدين؟ ما تبعدوهم عن الاهلي والزمالك شويه. الاهلي اتزنق هتلاقي يا نور الدين يا امين عمر، وهنا هتلاقي نفس الحكايه الموضوع. بس ده السؤال اللي انا نفسي يعني انا كنت متوقع النهارده ان هيحكم ماتش اسوان ابراهيم نور الدين، والله العظيم طلع مين؟ امين عمر. ما رحتش بعيد برضه، نفس الفكره. ليه؟ مش عارف، مع ان اللجنه اتغيرت والناس مشت ومش عارف ايه وبتاع، لكن سبحان الله سبحان الله. تعالوا بقى الماتش الاهلي وبيراميدز النهارده. الراجل تكيس جونياس ده لو ما مشيش النهارده يبقى الراجل سالم الشمس ده يعني حرام عليه والله العظيم، خساره الفلوس اللي بيصرفها الراجل ده لو ما مشيش النهارده استحواذ 65% لبيراميدز، 65% لبيراميدز. الماتش اللي فات بتاع الزمالك هتلاقي مثلا ايه 53 54، قول 55% لبيراميدز. النتيجه كام؟ 1-0 للزمالك. النهارده 65% لبيراميدز، النتيجه كام؟ 3-0 للاهلي. السنه اللي فاتت الزمالك وبيراميدز هتلاقي برضو الاستحواذ 53 55% لبيراميدز، النتيجه كام؟ 3-0 للزمالك. الحمار بقى ده اللي هو اسمه استغفرك يا رب واتوب اليك، اسمه تكيس جنياس، يفهم حاجه من الكلام ده؟ الكره مش استحواذ. الاستحواذ في كره القدم، الاستحواذ وسيله مش غايه. ايه انت النهارده هتقعد تقول ايه في المؤتمر الصحفي؟ 65 35 انا كسبان؟ لا. ماتش الزمالك مش عارف كام في المية وانا كام في المية وخسران 1-0 وراحوا منك الثلاث نقط. السنه اللي في ماتش الكاس، وهتلاعب الزمالك في ماتش الكاس يوم 16. الاستحواذ وسيله مش غايه. انت ما بتعملش ولا تطوير في اللعب ولا تطوير في طريقه اللعب. نفس الطريقه اللي نزل بها وادي دجله، كان يبقى مغلوبين 1-0 وفاضل دقيقتين 3 ولاعيبه وادي دجله عند عبد المنصف بيباصوا الكوره ورا. العب يا ابني، الاهلي قافل لك عمق الملعب، والاهلي بيدافع ب3 النهارده ورا، بيخلي كريم فؤاد يرجع باك يمين. العب بقى انت على كروسات، العب على تسديد من بره 18. لا، اختراق من العمق، اختراق من العمق، اختراق من العمق. طب ما هي مقفوله. ما هو طريقه الاستحواذ هتوصلك للاختراق في العمق. طب ما هي مقفوله. خليك بقى من هنا السنه الجايه. مفيش ولا كوره على الجون للاهلي غير ال3 كور اللي جابهم جون. حتى لو الجون الثاني بتلعب بالعرض جابها الواد حطها في نفسه. كرة قفشه بره ب3 يارده اللي هي شاطها في الاخر دي. وكورتين الكرة احمد الشناوي الكرة معديه فوق راسه، يعني لا في المقص اليمين ولا على بعد 10 سم منه، ده فوقيه بالظبط. الكرة معديه ما بين راسه وايديه، وده حارس بالطول ده لو عمل ايده بس كده لا طار ولا جابها الايد العكسيه اللي هي بتبقى اطول من الايد يعني لو الكرة في الزاويه اليمين بيروح طاير عليها بايده الشمال عشان بتبقى اطول، والعكس. الكرة فوقيك بالظبط. والجون الثاني الكرة جاية من الهيد ومش قوي وقريبة منك، خد خطوة وطيق برضه بنفس شقلباز في الهواء. أنا مش عارف أقول عليه إيه ده بجد والله. يعني ضيع مجهود فرقته. هو مش هو اللي ضيع مجهود فرقته، الراجل اللي قاعد بره اليوناني ده بتاع كلاماتا ده والله العظيم 3 مدرب فاشل. أقسم بالله العظيم مدرب فاشل. عشان عندك الإمكانيات دي والقدرات دي ما عندكش غير هي طريقة اللعب دي. الاستحواذ يا ابني وسيلة مش غاية. انت ما اتعلمتش من اسبانيا خرجت من كاس العالم السنه دي والسنه اللي فاتت ومن بطوله اوروبا بسبب الموضوع ده؟ خلاص الموضوع ده انتهى. العب بقى استحواذ، باص 3 4 5 10 باصات وعلى الجون، 5 6 باصات والعب كره على الجون زي البرازيل والارجنتين والدول الكبيره.
والفرق الكبير 4 5 باصات وعلى الجون، 7 8 باصات وعلى الجون، كورتين وعلى الجون، تجيب جون تجيب جونين، بس بتعمل محاولات وتهدد على الجون على طول. انما انت في تلت الملعب وعمال تدور وتروح وعلى ال 18 وترجع وتلف وتدور وال 18 وترجع، ما عملتش حاجه. ايه الفرق يعني؟ طب ما انا هسيب لك الكوره، خدها العب بيها خليك فرحان بيها، وهستناك لما تغلط غلط زي النهارده كده، وهجيب الاولاني وخد دور الكوره ولف. هستنى لك غلطه تانية وهجيب التاني، وهستنى لك غلطه تالتة وهجيب التالت، وانت عملت فرحان خليك فرحان، بيضحك عليك وانت اهبل. بس ادي الماتش يعني انا ما شفتش النهارده مثلا حاجه من الاهلي مسيطر لا، بس الاهلي فوز مستحق، فوز مستحق. ليه؟ انا لعبت بالطريقه اللي تناسب المنافس. ده منافس معاه مدرب اهبل بيلعب كرة بتاع السبعينات، استحوذ زي ما انت عايز، خليك مننا للسنه الجايه. لكن انت تعالى بقى قايم انت كاهلاوي، شفت قفشه النهارده في حاجه طين. الراجل البرازيلي ده انا اقسم بالله العلي العظيم لحد لحد الدقيقه 28 انا ما كنتش شايف. كنت الاول جايبين التاني الكوالين اللي بيقعد يهلل ده، وبعدين هم من نفسهم حاولوا جابوا لي مدحت شلبي، انا لا بحب ده ولا بحب ده. في الدقيقه 28 اول كره لبرونو سافيو، والله العظيم ما كنت اعرف انه بيلعب في الدقيقه 28 في برونو سافيو. ولا حسين ولا شادي حسين كره انفراد النهارده بدل ما يحطها في البعيده شاطها بره ولا باك، مفيش خالص. اللي كان بيلعب النهارده في الاهلي كله محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم. والكره اللي شالها يعني بس نشوف محمد الشناوي طلع كره بتاعت رمضان صبحي الاخطر من بتاعت واسرع من بتاعت السوليه، والكره بتاعت السوليه الكره جامده، بس دي في نص الجول وفي ايدك. لو عارف لو على زاويه وفي نص قوتها دي اقول لك لا، مش ما كره فوقيك مباشره. حتى لو شايفها متاخر، حتى لو جامده، انت مش محتاج تعمل فيها حاجه، تحط في ايدك بس. ده لو باك هو اللي واقف في الجون، باك يعني الجون بره والكره دي اتشطت على الجون وباك واقف، هيطلعها بدماغه، هيطلعها بدماغه، مش هيطلعها مش انت اللي بايدك. لعيب بصراحه ربنا مديله الموهبه، اه، لكن ما عندوش ذره رجوله صراحه. يعني الجون التالت طبعا لا يسال عنه ولا حد يسال عنه، الكره بتتلعب بالعرض جت في رجل الباك من بره دخل الجون، خلاص بصراحه تستحق، انت تستاهل تشيل نتيجه زي كده. يعني السنه اللي فاتت الزمالك عمل فيك نفس الموضوع، والموسم ده الزمالك عمل نفس الموضوع، وادي تاني مره بيعملها فيك نفس الموضوع. السنه اللي فاتت سامي قمصان لعب معاك بنفس الطريقه، لعب زون ولعب على الهجمات المرتده وغلبك اتنين، سامي قمصان بنفس الطريقه هو تركيز جونياز. طب انت عايز ايه تاني؟ ده سبب ادعى ان انت لا، انا هتخلى عن طريقه الاستحواذ، انا العب كره سريعه، انا العب كره 4 5 6 باصات ايه ممكن تعمل 10 باصات، بس انا بتحرك بدور على ثغره. انما يبقى هو المبدأ الاساسي والتارجت بتاع كله ان انا استحوذ، خليك مستحوذ، خليك مستحوذ وشيل وعد. ده لو ما مشيش النهارده والله العظيم 3 حرام عليه الراجل سالم الشمس ده الفلوس اللي بيصرفها في المباريات دي. النهارده طبعا الزمالك خسر القمه، خسر مباراه سهله، مباراه سهله على الورق، بس عشان الجماهير الزمالك تبقى فاهم، انت خسرت مباراه سهله على الورق، لكن ظروف المباراه انت خسرت النهارده بسبب ظروف المباراه. مش انا ما شفتش الماتش، انا ما شفتش الماتش عشان اقدر احلل وبتاع، ده اللي انا عرفت القطه يعني وانا في الشغل خلاص. لكن ظروف المباريات دي اللي بتتلعب فيها دايما حتى لو الزمالك كان كسب النهارده هتلاقيه كان كسب واحد بس ما لعبش كويس، حافظ على مرماه وعرف يجيب جول، حافظ على مرماه وجاب ضربه جزاء، حافظ على مرماه ومن ضربه ثابته جاب جول. ايه المباريات دي بتتلعب كده. لكن انت تجيب جول في نفسك في الشوط الاول وبعدين غلطه تانية في الشوط بتصعب. لو الشوط الاول طلع 1-0 بس كانت الزمالك سهل هيبقى ان انا اجيب جون، وحتى جون التعادل اللي الزمالك جابه ده كان خلاص اسوان هيقعدوا يخبطوا ويهبدوا في بعضيهم، يبقى خايف ان الجون الثاني، لكن الجون الثاني حبط يعني احبط لعيبه الزمالك شويه وزود الحوافز عند لعيبه اسوان. الراجل عشان ندي برضو الراجل حقه، المدرب الرمادي بصراحه راجل محترم، عامل شغل محترم مع اسوان، كسبان مصر الماتش اللي فات وكسبان الزمالك الماتش ده، لا حاجه محترمه. ايمن الرمادي ده كشف ناس كتير مزيفه موجوده في الدوري المصري.
لو المدربين، لو رؤساء الانديه يدوا فرص لناس كتيره، مش اسمه وخلاص على الفاضي، زي محمد يوسف، زي ربيع ياسين، زي حلمي طولان، زي الاسماء اللي طارق العاشر والهكس ده كله، والله العظيم ثلاثه هتلاقي مدربين كتيره كويسين وبيعملوا لك نتائج افضل بكتير من دول. يعني لو ربيع ياسين كان فضل مع اسوان وقعد يقول لهم هنصلي الفجر وهنصلي يا عم اشتغل، يا عم الصلاه دي بينك انت وبين ربنا، مالكش دعوه بحد. انت هتكسب وهتعمل وبتعمل عشان بتشتغل مع الناس وعندك فكر وعندك حاجات. الصلاه ده موضوع تاني بره، موضوع تاني خالص بره. هو ايمن الرمادي بياخدهم يصحيهم الفجر يقول لهم تعالوا نصلي؟ لا، هو بيصلي الفجر، بيصلي الظهر، بيصلي علاقته بربنا وبيشتغل شغله المطلوب منه بس. فهتلاقي كان زمان اسوان مغلوب المباريات كلها لحد دلوقتي. فبقول الكوره طبعا الاهلاويه دلوقتي مش هيتكلموا في حاجه في الكوره، في الكوره. وفي عيل صغير كده انا بحبه بعتبره زي ابني يعني، لكن للاسف انا ما اقدرش اتكلم ولا اقدر انصحه، لان دي طبع والده. هيعمل زي الشغل بقى، التنطيط والرقص على البتاع بعد الهزيمه. اتكلم بقى هو في فوز الاهلي او هيتكلم على فوز الاهلي؟ لا خالص نهائي. هو الزمالك اتغلب النهارده من اسوان ويقعد نتكلم على القطر ومش القطر والكلام الفاضي والكلام ده. بنصح الناس دي تقرا في سوره في القران اسمها سوره الادب، سوره الادب او سوره الاخلاق، اللي هي سوره الحجرات. سوره الحجرات دي بقى فيها كل القواعد اللي احنا محتاجينها بصراحه، حتى واهمها في اللي بيحصل ده يعني هتلاقي فيها بتنهي عن التجسس والغيبة والنميمة، ويحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ولا يسخر قوم من قوم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. هي اسمها سورة الأخلاق أو سورة الأدب، تنهى عن حاجات كتيرة وبتمنعنا من حاجات كتيرة اللي هي بتحصل للأسف دي دلوقتي. لكن لما يطلع عيل صغير لسه 12 13 14 سنة يلاقي أبوه ليل ونهار ما بيتكلمش ولا دعوة بالكرة، ده ساعات بس الزمالك يخسر أو ساعات ما يجي يعمل شوية دول، فطبعا هو الولد ولا فاهم حاجة ولا عارف حاجة، ومن شبه أباه فما ظلم. للأسف أنا حزين على إن يطلع عيل صغير لسه يطلع بالروح دي ولسه هنعيد بقى جيلنا جيل تاني ها 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 وها ما ما لا هيتكلم حاجة في الكورة، ولا اتكلم مثلا النهاردة الأهلي كسب إزاي، ولا الأهلي عمل إيه، ولا شاف أداء اللعيبة، ولا شاف طريقة لعب المدرب، ولا اتكلم في ده خالص. النهاردة اللي خلى الأهلي كسب بيراميدز، مكسب الاهلي النهارده سببه سوء اداء بيراميدز، وده مش هتقابله كتير في المباريات الجايه. بدليل شوف انت الثلاث مباريات اللي فاتت، يعني من اول فيوتشر، فاركو، سموحه، سيراميكا، اداء ولا اسوء. انت كسبت فاركو طبعا كلنا عارفين ازاي بالجون اللي هو في الدقيقه 97 وجون سليم مليون في الميه خلاص. لكن بقت المباريات الثلاثه انت لا اداء ولا نتيجه، طالع متعادل فيهم. والنهارده بيراميدز المدير الفني وحارس المرمى اللي ربنا بقى طول ما انت واخد الفلوس حرام من الزمالك، واخد 9 مليون جنيه من الزمالك ولا 10 ولا 8 مليون جنيه من الزمالك، دي فلوس حرام. فلوس حرام ان انت خدت اجر وما قدمتش عمل. زي ما واحد يقدم عمل وما ياخدش اجر يبقى حرام على اللي استأجره. انت خدت اجر وما قدمتش عمل، عمر ربنا ما يبارك لك في حاجه، عمر ربنا ما يكرمك في حاجه. انت ما تستناش لما الزمالك يطالبك بالفلوس انت اللي تروح تجري، لان ده على في رقبتك يوم القيامة هتحاسب عليه، وهتفضل بقى تدفع ثمنه زي ما انت ماشي كده. رجع الأمان، الفلوس اللي عليك ربنا إن شاء الله بإذن الله هيكرمك، بس لازم تشتغل على نفسك ولازم تسترجع. فبقول للجماهير الزمالك ما تزعلوش، احنا عندنا إن شاء الله بإذن الله فريق كويس، وعندنا مدير فني محترم، ومفيش مدير فني في العالم ما بيخسرش، مفيش مدير فريق في العالم ما بيخسرش. ليفربول اهو 3-1. لو حد يعرف من برنتفورد ده بيلعب، هو فريق لندني يعني لا، انا اول مره اسمع عنه، انا اول مره اسمع عنه برنتفورد ده. كسبان ليفربول 3-1 وخلاص الماتش خلص، كل سنه وانتم طيبين. فاهم يعني احنا مش احسن من ليفربول ولا احسن من مانشستر سيتي امبارح ولا احسن من باريس سان جيرمان امبارح مغلوب 3-1 برضه بنفس الحكايه. فدي كره القدم، واحنا كزملكاويه معترفين بالكلام ده. الكوره مكسب وخساره وتعادل، المهم مين في الاخر اللي هيفوز بالبطوله ان شاء الله. المباراة دي ان شاء الله باذن الله تكون قلم حلو على وش فريرة يفوقه. لا انا مش هحب حد اكتر من الزمالك، اللعيب اللي هيكسبني انا اللي هلاعبه بس. هو ده اللي مطلوب.
تنزل بقى تدي كنيولا الماتش اللي جاي، شيكابالا بينزل يكمل في الشوط الثاني، مصطفى شلبي لو جاهز خلاص المفروض بقى ان هو ينضم الماتش الجاي، تشوفوا ابراهيم نضاي بتبتدي الماتش اللي جاي او اللي بعده هيبقى موجود، وتبدا باللعيب اللي يكسبك. بس انت ما عندكش حاجه النهارده كمان في المباراه، يا كان نزل دونجا الشوط الثاني، يا كان بعد 70 دقيقه غير دونجا. لازم دونجا ما ياخدش المباراه، ما ياخدش الماتش كامل، ما ينفعش دونجا ياخد الماتش كامل. وغيره في اخر الماتش على الموبايل ان دونجا اتغير في الدقيقه 80 مثلا. لا انت اصلا كده معنى كده ان انت لو كنت كملت بيه المباراه ممكن كان يخلص الماتش مصاب. دونجا راجع من اصابه قويه، ومركزه كله جري 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 جري. انا مش عارف عمرو السيسي لعب النهارده ولا ما لعبش، ولا لعب وخرجه، ولا ما بدأش بيه، مش عارف. لكن لما تطلع دونجا وينزل رؤى، كان المفروض دونجا ينزل مثلا الشوط الثاني، من نص الشوط الثاني كده، وكان بدأ مثلا برؤى. ما انت لازم تستحمل رؤى لحد ما تعدي. يا اما كان بدأ بدونجا، وفي الدقيقه 60 او 70 كان نزل رؤى، عشان دونجا ما يقدرش يلعب المباراه كامله. دونجا حاليا لسه ما يلعبش، ما يقدرش يلعب المباراه كامله، محتاج 3 4 مباريات كده يلعب فيهم 60 70 دقيقه، 70 80 دقيقه، لحد ما يبتدي يرجع للياقه البدنيه العاليه بتاعته كامله، ويرجع للياقه المباريات عشان ما يتصابش منك. برضو دي حاجات لازم فريرا ياخد باله منها. ان شاء الله باذن الله عندنا ماتش الداخليه الماتش اللي جاي، وبعديه ماتش الاتحاد اتغلب من انبي النهارده في اسكندريه 2-1، اسكندريه تقريبا 2-1 مع طلعت يوسف. الاهلي هيلاعب انبي الماتش الجاي، الزمالك هيلاعب الداخليه الماتش الجاي، وبعدين الزمالك هيلاعب الاتحاد، وبعد كده هنلاعب بيراميدز، وبعد كده ماتش الاهلي. فهزيمه مباراه مش نهايه الدنيا، ولا فيها اي حاجه خالص يعني. اي حاجه، احنا خسرنا النهارده زي ما فهمتكم كده، خسرنا ظروف مباراه، ظروف مباراه، مش كوره. يلا ان شاء الله نتكلم في المباريات اللي جايه، وان شاء الله لسه كتير ياما نقط. احنا من كام ماتش كان الاهلي فارق 4 نقط، لحد الماتش اللي فات انت متصدر ومتساوي معاه في النقط. معلش هي في عكه معانا الشويه دول، لكن باذن الله ان شاء الله الزمالك قادر يعوض وقادر يكمل والموسم اللي فات زي ما قلت لكم انت طالع الدور الاول كله بتعادلين وهزيمه، ان المره دي 3 تعادلات وهزيمه، ولسه الدور ما خلصش. الاهلي الدور اللي فات ما كانش متعادل خالص، اول 7 8 9 مباريات خلاص. لكن انت السنه دي متعادل 3 مرات، 3 مباريات، ولسه النتائج جاي، احنا لسه هنشوف كتير في ماتش النهارده. الزمالك ما كسبوش كوره، والنهارده بيراميدز قدم زي ما بيقولوا كده بالبلد، قدم كفن على ايده، مسيطر ومستحوذ وكله وهو الافضل طول المباراه، لكن عنده مدرب فاشل قاعد بره، وحارس مرمى بالمنظر ده. في مباريات كتيره الاهلي بيبقى زي الطين، والشناوي بيطلع كورتين 3 من تحت العارضه، والاهلي بيطلع متعادل. النهارده انت مسيطر ومستحوذ وبتعمل كل حاجه، ويجيلك كورتين زي دول يخشوا فيك بيحبطوك اصلا. النهارده تشوف الحاله اللي بيعرف البادي لانجوج بتاع عبد الله السعيد وصبحي. طب يعني طب يعني ايه؟ ما احنا كل المحاولات اللي عمالين نعملها دي، وعندك 2، انا ما اعرفش دول بيلعبوا كوره ازاي والله، اسلام عيسى ومصطفى فتحي، اكتر 2 انانيه في العالم، مش عارف بيلعبوا. لازم ياخد مصطفى فتحي، هي كوره عنده حاجه واحده، يخش من على الوينج، يخش على ال 18 بالعرض، عايز يلعب ارتوف البعيد، لا ليه باصي لحد، ولا حد يخترق له يحط له، ولا زميله جنبه فاضي يحط له، ولا يلعب كروس، ولا يلعب اوفر، ولا اي حاجه، ولا اي حاجه تمت من وظائف مركزه بيعملها. هو ياخد الكره من على الخط، يخش بيها على جوه، عايز يلعبها ارتو تتقطع، بس يرجع بقى يجري ورا الكره تاني. النهارده يجي 3 4 كور، يبقى جنبي رمضان فاضي، وجنبي اسلام عيسى فاضي، والواد ده الراس الحربه بتاع جنوب افريقيا ده اسمه بكر ده ولا فخري، اتحرك له يقطع له من هنا، حط بقى عبد الله السعيد جنبه يحط له يشوط في الجون. لا هو عايز هو اللي يعمل، ما عندوش حاجه في الكوره غير دي، مع انه اصلا اسيستنت، يعني راجل وظيفته يعمل اسيستات للمهاجمين. عنده ما لها حاجه، مش عارف واخدينه يعملوا بيه ايه، ولا اشربوا. يلا ان شاء الله بقول لجماهير الزمالك ما تزعلوش، هي دي الكوره، واحنا كزملكاويه معترفين ان الكوره مكسب وخساره وتعادل، وهنمر بكل النتائج دي، المهم في الاخر مين اللي هيفوز بالبطوله ان شاء الله باذن الله. الاهلاويه ما عندهمش المبدا ده ولا يعرفوش، لان هم ما عندهمش فكر رياضي اصلا.
هو دلوقتي اللي هتشوفوه على الصفحات القطر ومش القطر وبتاع. طب ما انت لسه خسران بطولة افريقيا وقالنا الطيارة ومش الطيارة، لكن مش انت بتكلم مين؟ بتكلم مين؟ مفيش فايدة، ما مش هتجيب نتيجة. فما تزعلوش على النتيجة النهاردة، بإذن الله إن شاء الله لسه الدوري طويل قوي والنهايات هي اللي بتحكم. هفكركم بالسنة اللي فاتت احنا لما تعادلنا مع الأهلي 2-2 في الدور الثاني، كان الأهلي فارق عننا ب6 نقط، احنا مخلصين الدوري فارقين عن الأهلي ب7 نقط. يعني هو خسر 13 نقطة في الفترة اللي فاتت دي، والكيرف بتاع الأهلي نازل نازل، بالرغم انه كسبان النهارده، ده مكسب وهمي من وجهة نظري، مع انه كسبان على فريق كبير وكان فريق افضل منه في الملعب. لكن شوف طريقه اللعب اللي بيلعبها الاهلي بيلعب كده، انما الاهلي ما بيلعبش كده. المباراه الجايه الاهلي مش هيلعب كده، الاهلي هيلعب مفتوح، فهتبان المشاكل في الدفاع وهيبان المشاكل في وسط الملعب. هو عنده خط هجوم وراس حربة مش موجودين في الملعب، فهتبان مشاكل كتير وهتبان عيوب. مكسب الاهلي النهارده ادى حقنه مسكنه كبيره جدا لمشاكل كبيره جدا جدا جوه الاهلي، بادئه من الاداره لحد عم حارس عامل غرفه الملابس. ماتش النهارده ده هيهدي الامور جدا جدا في الاهلي بعد الاربع مباريات اللي فاتت. لكن مع اول تعثر ومع اول تقدم للزمالك تاني في الترتيب، هنبتدي الحاجات دي تظهر تاني، لان هي موجوده. المكسب النهارده ما نهاهاش، لا هو سكنها شويه، سكنها شويه. يلا ان شاء الله، انا اتمنى النهارده ان رئيس مجلس اداره او رئيس الزمالك يطبق اللائحه على اللعيبه، زي ما انت بتديهم مكافآت مضاعفه، لا انت النهارده خسرت وخسرت بره ارضك، طبق عليهم اللائحه، ويا ريت تزود كمان حاجه فوق اللائحه. ومن حقك، من حقك تعمل حاجه زي كده، لان انا ما خسرتش مثلا، لا انا بخسر من اسوان برضو، ما احترمنا ليهم واحترمنا لمدربهم، لا لو اللائحه بتقول 10,000 خليها 20، لان انت لما بيكسبوا اللائحه بتقول 20 بتدوم 40 وبتدوم 50، فعشان يتعودوا على كده. مع ان انا ما اعتقدش ان في حد اثر النهارده، ولا هي ظروف مباراه، هي ظروف مباراه، بس العقوبه برضو هتبقى كويسه. يلا اشوفكم على خير، السلام عليكم.